عندي سالفة قديمة اليوم. أول مرة أشتري سيارة أنا، وصار لي موقف وبقوله لكم. أي واحد يشتري سيارة دائما السيارة الأولى ما ينساه، ينسى اللي بعده، ينسى السيارات اللي بعده، بس الأولى أغلى سيارة. أنا اشتريت هايلوكس اللي يسمونها هيلكس 89، وأشوفه رزرايز. بس ألمع هالهلكس أشوفه، حتى الهلكسات اللي مثله ما أشوفه مثله، أشوفه هي غير شكله. أنا أغير زيتهم خلصت. الهندي اللي يغير الزيت مثل عادي، مثل العود هذا، قصير ضعيف مسكين. ما أدري وش قال لي الهندي هذا، وأنا أعطيه كف. أول ما أعطيته كف إلا أنا بسمه، أول ما يضرب الأرض راسي من قفه. الهندي هذا أول شيء طريقته يصبغ بك الزفل على راسك شلون ما تدري بسرعة، بعدين يمسكك مع شوشتك ويهجبك. الوكاد انه هج بي الهندي قلبا على جنوبي كله، يا ما فكوني افغاني، شلون فكوني وارجع له ثاني مرة ويكمخن ثاني مرة، عجزت العقل. غسلت يدي اني اضربه الهندي هذا، ورحت الشقة به واحد من الجماعة اسمه حبشي، هذا سالفته سالفة. حبشي هذا اللي من الجماعة وجهه اقشر، بس يا مدري ان فيه هوشة مشكلة، وجهه يزين سبحان الله، يستانس وناس غير. ادخل الشقة الا حبشي جالس يتقهوى يراعي التلفزيون. سلامات سلامات، حادث؟ ها شوي يوم سلمت قلت ما هو حادث، ما تدري ايش صار علي يا حبشي. قلت هندي من اليوم يكمخن قلبا على جنوبي كلهن يا حبشي. هو يقوم يا ضحاك، قال مشينا ورني اياه، بس وين احنا نروح يمه. يوم اقبلنا على الورشة شاف سيارتي، هو ياخذ جالون زيت الكبير هذا ابو 4 لتر سوبر شيل. اول من جاء وانا مغل عليه، هو يرصع انا مخمس بالزيت هنا بوب. يوم وانا ارتج ونقع على زفلته الورشة، وكني بزوع كذا، لو قلت راعي يمين ولا يسار طرشت، ما اقدر، ما تبدي قلبت. يوم خذيت شوي، يوم مرة حبشي يسحب الهندي معشوش، يسحب حبشي ويعطيه ركب مع وجهه ويتودس لك حبشي تودسي، واسمع صبخه هنا يصبخ حبشي، ادري انه حبشي يتصبخ بس ما اقوى راعي. يوم خذيت شوي، يوم مرة من عندي يا مريق جرجر لك حبشي صبخ، وهو يقط حبشي بحفرة الزيت، وحبشي بيطلع وياطع على راسه لابس بساطير ابو هنود. الوكاد جو ناس وفرقوا وكذا، كل الكلام هذا ترى بثواني بس، عاد سولفوا يطول الكلام. ويمر نحبش ويقومن، يمر انا تبدي قلبي علي وراسي يحس انه يمخض، احس بهما مرتج مخي مدري ايش بلاي. الوكاد ركبنا بالسيارة ونمشي، وحبشي مستانس يضحك عادي، عنده مضروب ضارب مستانس، اهم شيء فيه هوشة بس. قال حبشي انا ما انا تاركه الهندي، برجع له وبوريك بو، بس بقضب وقضب، انا عجزت اقضب اصلا، الهندي ما ينقضب، ما ادري بو جن ما ادري ايش بو بلا. قلت خلاص نزل بالشقة ورحت كيف، قال لا انا بوريك ابيك تشوف بعينك، بس ابي هالناس تروح بس ووريكم. انا راتب بالسيارة ما اقوى التفت لا يمين ولا يسار، ولا اقوى راعي لا يمين ولا يسار، بس سيده. هو يوقف حبشي عنده قدام الهند، راح الهندي على طول يمين السيارة، انا ما اقوى راعي يمين السيارة، وراح حبشي وراه، وخذت شوي واسمع صبخه، بعدين مروا من عندي يجر حبشي، هو يصفق لك حبشي تصفيقي عند الله خبره، مخمخ عليه الهندي مخمخي على كيفك. جو ناس رحنا الشقة، جلسنا وخذنا شوي، الا جاينا واحد راعي باحر من النفوذ من ورا لينا من الربع، القهوي حبشي ويراعي لنا ملابسنا رايحة فيها وحالتنا حالة. قال سلامات انتم صاير عليكم حادث ولا وش؟ هو يقوم يضحك حبشي، قال لا والله ما صار علينا حادث، بس في هندي من العصر هو يصفقنا، هو ينزل الفنجان راعلبل. قال راعلبل عامل يضربكم، هو ينزل الفنجان، قال امشي ودوني اياه، قال تقهوى يا ابو الرشيد بس لا يصفقك، قال ما ابي قهوتك امشي ودني. قال حبشي لا تخليني اوديك يمه بس وترمى لنا الدخل، قال ما لكم دخل بس امشي ودني، قال يلا مشي.
قال حبشي امشي 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 فريح نبي الراعي الراعي البل راعي الشعل امشي. قلت يا ابن حبل شعل بفرقنا بس ما انا رايح. قال امشي والله تمشي. جينا عند الورشة يمربه ناس قمنا نفرش وين اللي راحوا. بعدين وقفنا عنده. أول ما شاف السيارة ويقوم طير شلوى أبو هنود طلع راسه حبشي مع الدريشة. قال صديق هذا نفر جديد. قال حول حول يا راعي الشعل حول. قال هذا هو. قال أوريك أبو. هو ينزل كحيلة راعي الشعل. وأول أنا ما أشوفهم أول ما أسمع صبخة راسه بزفل. خذينا شوين يمر هذا رعلب اللي يجر الهندي من قدام السيارة ويعطيه بقوس 30 بقس بثانيتين. مجنون الهندي هذا. ما حد فرق ولا شيء. الهندي بس تركه على طول قام ركب معنا بدون كلام بدون شيء. يقول له عاد حبشي سلامات طالع منشر طالع منشر. رحنا نتقهوى بالبيت وكلنا مدبوغين دبق لين قلنا بس. ورعلب اللي يقول الظاهر انه معه شياطين. هذا الظاهر انه شيطان.